القصة اللي هتسمعها دلوقتي مش قصة خيانة عادية، دي قصة بدأت بكلمة حب وانتهت بكلمة جريمة. جريمة مش بس في القانون، دي جريمة في كل أعراف الإنسانية. القصة فيها زواج وصراخ ونهاية مرة سببها خيوط اتقطعت من سنين. ولو النوع ده من القصص بيضايقك من فضلك ما تكملش، الحكاية كلها للتوعية مش للتسلية. اختار تكمل أو توقف، لأن اللي جاي تقيل. اللي في الصورة ديت واحدة ست باين عليها إنها عايشة حياة مستقرة، بس الحقيقة كانت عايشة على كف جريمة في سر اتدفن من سنين، وسكوت الكبار عليه فتح باب ملوش رجوع. إزاي علاقة واحدة ممكن تقلب حياة 3 عائلات، وإزاي قرار صغير ممكن يوصلنا لنهاية ما تصدقهاش. القصة دي مش زي أي قصة تانية، فيها خيانة، تواطؤ. وعشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. في سنة 1996 في مدينة المنصورة في مصر، كان في عمارة قديمة ساكن فيها أختين، واحدة اسمها عزة والتانية صباح. الاتنين متجوزين وساكنين في نفس العمارة اللي ورثوها من أبوهم. عزة كانت أم الولد وبنت. عماد عنده 15 سنة وسارة عندها 19 سنة، كان اسمه فكري، موظف في جهة حكومية. أما صباح فجوزها اسمه عصام وكان شغال برا مصر، ما عندهاش أولاد. ولما الطب النهاردة قال لها مفيش أمل، سلمت أمرها لله. بس ما سلمتش مشاعرها، خدت بنت أختها سارة في حضنها كأنها بنتها بالظبط، دلعتها ووقفت في صفها في كل حاجة، وكانت مستعدة تعمل أي حاجة عشان ترضيها. بس الحقيقة إن عزة وصباح ما كانوش ستات عاديين، كانوا ستات ليهم الكلمة الأولى والأخيرة في البيت، وكل واحد من أزواجهم كان ماشي جنب الحيطة كأنهم مجرد كومبارس في حياتهم. عزة وصباح كانوا بيحبوا السيطرة وبيصرفوا من ورث قديم خلى حياتهم مرتاحة، لا شغل ولا مشغلة، طول اليوم خروج ونوادي وسهر. وفي الوقت ده عماد كان هادي ومنعزل. أما سارة كانت العكس تماما، طالعة زي أمها، فسح، صحاب، سهر، سفر. لكن محدش كان يعرف إن أول شرارة هتولع من أول مخالفة بسيطة. في يوم من الأيام سارة راحت لأمها وقالت لها بصراحة أنا عايزة أسافر مع أصحابي كام يوم في نص السنة، هنروح رحلة للأقصر وأسوان. بس عزة أمها رفضت وقالت لها بنت لوحدها تسافر؟ لا طبعا. لكن سارة كانت دماغها ناشفة، راحت لمين؟ راحت لصباح، خالتها وحبيبتها. وصباح كالعادة ما بتحبش تزعلها، راحت لأختها وقالت لها ما تكبريش الموضوع، دي فسحة ورجع بعد 3 أيام. وسارة سافرت وكانت بتكلمهم يوميا من الأوتيل، كل حاجة تمام وكل حاجة شكلها عادي. بس بعد ال3 أيام سارة قالت لهم مش راجعة دلوقتي، قعد كام يوم كمان. والغريبة محدش اعترض، رجعت بعد أسبوع والكل استقبلها بحفاوة ومفيش أي شك ولا أي توتر، والدنيا رجعت عادي زي ما كانت والحياة ماشية. لكن الحقيقة إن الشر بدأ يشتغل بهدوء من غير ما حد يحس. وما عدتش شهور إلا وسارة بدأت تتعب وتنام كتير ووشها شاحب وبتتحجج إنها مش قادرة تخرج. في اللحظة دي بدأت خيوط الحقيقة تظهر، بس بطريقة مرعبة. عزة خافت على بنتها، دخلت عليها الأوضة وقالت لها قومي يا بنتي هنروح للدكتور دلوقتي حالا. وسارة وهي على غير العادة أنا كويسة يا ماما، كام يوم وهبقى تمام. لكن عزة ما اقتنعتش، لبست وجهزت نفسها وقالت لها يلا عشان نلحق، وخرجت من الأوضة وسابت بنتها تجهز نفسها. بس لما رجعت تنده عليها سارة ما ردتش، راحت تدور عليها ما لقيتهاش في الأوضة، وباب الشقة كان مفتوح. ولما خرجت تشوف مين بره اتفاجئت ان صباح واقفة قدامها، وشها شاحب ونظرات عينيها شكلها غريب. راحت مدخلاها وقعدت صباح على كرسي الانتريه وابتدت تتكلم بكلام ملخبط مش مفهوم. وعزة كالعادة فقدت أعصابها وقالت لها هتطلعي اللي ببطنك ولا لأ؟ فجأة صباح قالت لها بمنتهى البساطة سارة عندي في الشقة حامل. الدنيا وقفت، عزة اتشلت مكانها، فضلت تصرخ وتعيط مش قادرة تستوعب. بس الأغرب إن صباح كانت هادية وبتحاول تهديها كأنها متوقعة رد الفعل ده من بدري. وقالت لها الموضوع مش جديد، أنا لسه عارفة امبارح وإحنا لازم نتصرف وبسرعة قبل الفضيحة ما تطلع بره. وعزة وهي مش قادرة تنطق
راحت قايلة قبل ما نتصرف عايزة أعرف إيه اللي حصل بالظبط. صباح راحت جابت سارة من عندها وقالت لها احكي لمامتك كل حاجة ودلوقتي حالا. سارة بدأت تحكي وقالت إن في شاب اتعرفت عليه في النادي عن طريق أصحابها، ومع الوقت العلاقة كبرت وفضل يلح عليها بالجواز، بس الجواز كان سري. كتبوا عقد عرفي في الرحلة بورقة واحدة بس، والورقة دي كانت معاه هو مش معاها، لأنه قال لها أأمن عشان ما حدش يعرف وتحصل لي مصيبة. وبعدين سكتت سارة لحظة وقالت من شهر ونص اكتشفت إني حامل، واللي حصل بعدها إن كنت بكلمه اختفى، لا بيرد ولا بيظهر ولا حتى مهتم. صباح خدت منها الرقم والعنوان وجرت تشوف القصة ايه، بس لما راحت تدور على الشاب دوت عرفت انه سايب الشقة وراح على محافظة تانية. يعني ببساطة هرب. الخيارات بقت محدودة، والمصيبة كبرت لما الدكتور قال لهم ان الاجهاض خطر جدا. البنت بقت في الشهر الرابع وجسمها ضعيف والعملية ممكن تودي في داهية. ساعتها اتكلموا بجد، وكان لازم الأب يعرف. عزة لأول مرة تقعد قدام جوزها فكري وتقول له كل حاجة بالتفصيل. صوت فكري عالي وزعق لأول مرة في حياته، بس عزة ما ردتش عليه وقالت له بهدوء احنا وصلنا الحل. سارة هتسافر القاهرة تقعد عند أختي لحد ما تولد، وبعدين صباح هتتبنى مولود وتكتبه باسمها. وفعلا ده اللي حصل. فكري ما قدرش يعترض ورجع ساكت ومكسور. وبعد يومين سارة سافرت لخالتها، والموضوع كله اتحط جوه تابوت واتقفل عليه بالضبة والمفتاح. في القاهرة صباح لبست وش الملاك الطيب وابتدت تعيش الدور الجديد كأم بديلة. تابعت حمل سارة مع دكتور نسا مخصوص، وعصام أخد أجازة من شغله وجه عشان يكون جنب مراته. وفي يوم الولادة عزة وفكري وعماد سافروا مخصوص، بس عزة ما استحملتش تشوف المولود، سلمت ومشيت على طول. والباقي فكري وعماد فضلوا مع سارة شوية. صباح سمت المولود عبد الرحمن وسجلته باسم جوزها. وبعد يومين كل واحد رجع لحياته، وصباح خدت سارة عندها كام شهر كمان. وفي الشهور ديت سارة اتعلقت بعبد الرحمن بشكل غريب، كان هو البلسم الوحيد على الجرح اللي ما بيطبش. لكن فجأة صباح خلصت أوراق السفر وهي وجوزها وعبد الرحمن سافروا. سارة ما استوعبتش اللي بيحصل. صحيت في يوم لقت نفسها لوحدها، واللي كان معاها بقى بلد تانية، والحياة رجعت لكن مش زي ما كانت. في المنصورة كل حاجة بقت ضباب، وسارة عايشة على أطلال حكاية محدش يعرفها إلا أمها اللي كانت كل يوم بتسلخها بكلمة أو تصرف. وبعد ما مرت سنين فكري قال لمراته عزة في عريس بيتقدم لبنتنا، بس هنقول له إيه؟ عزة فكرت وقررت نرجع كل حاجة كأنها ما حصلتش. الخطة بدأت تتنفذ بخطوات محسوبة. عزة راحت تدور على دكتور معروف واختارت واحد متخصص في العمليات اللي بترجع كل حاجة زي ما كانت من غير تردد. اتفقوا معاه وسارة عملت العملية قبل الفرح بكام يوم. أما العريس شاب محترم اسمه أسامة ومدرس علوم من عيلة طيبة في سوهاج وبيشتغل في المنصورة. الراجل كان غلبان ما يعرفش حاجة عن الماضي ولا خطر في باله إنه داخل على حياة اتكتبت فيها النهاية قبل البداية. عزة اشترطت عليه يسكن قريب منهم، وساعتها قال لهم بس هدفع تمن الشقة عشان تبقى باسمي. وتم الجواز. وعدت أول ليلة بصعوبة على عزة وفكري، لكن أسامة ما اكتشفش حاجة وانخدع في الحكاية كلها. 6 شهور عدوا وسارة بقت حامل، وفي اللحظة دي عزة ما سابتش بنتها دقيقة. هي اللي كانت بتتابع الحمل وهي اللي بتروح مع سارة للدكتور. أما أسامة دايما عنده سبب يخليه ما يروحش. عدى الوقت وجت لحظة الولادة في سنة 2002، وسارة ساعتها ولدت بنت سموها أميرة. والبنت كبرت وبقت دلوعة العيلة كلها، وجدها وجدتها كانوا بيعتبروها نور البيت، والكل نسي أو تناسى، لكن القدر ما بينساش. بعد 7 سنين من السفر صباح قررت ترجع من بره وجابت معاها عصام وعبد الرحمن. اليوم ده كان زلزال في بيت عزة، وسارة أول ما شافته ما كانتش مصدقة، وشها اصفر وإيديها بتترعش، مش قادرة تستوعب إن اللي شايفاه قدامها ده وكبر وبقى راجل صغير عبد الرحمن ابنها. عبد الرحمن
خطف قلوب الكل وكان على طول قاعد مع أميرة وبقى الدلوع الجديد. أما أسامة كان ساكت بس ملاحظ. سنين عدت وعبد الرحمن اتخرج من تجارة انجليش واشتغل في بنك في القاهرة وقعد في الشقة بتاعتهم القديمة. وأميرة دخلت كلية اقتصاد وعلوم سياسية في القاهرة برضه، والاتنين كانوا دايما حوالين بعض كأن القدر بيكتب لهم سيناريو مش طبيعي. وفي يوم عبد الرحمن رجع المنصورة في أجازة وقعد مع أبوه وقال له أنا عايز أخطب أميرة. عصام وشه اتقلب وصوته عالي ونده على صباح تعالي شوفي ابنك بيقول إيه. وصباح أول ما سمعت لطمت وقالت مستحيل، دي بنت عزة يعني، وسكتت. بس عبد الرحمن ما سكتش وقال احنا تربينا مع بعض بس احنا مش اخوات بجد، وهي بتحبني وانا كمان. رد فعل ابوه وامه كان تجاهل، حظر وصد، لكن اللي في القلب ما بيتركنش. بعد المواجهة اللي حصلت في بيت عصام، عبد الرحمن رجع القاهرة مكسور من جواه بس لسه في خيط من الأمل لما لقى رسالة من أميرة بتقول له فيها أنا ما بطلتش أحبك بس منعني من السفر، هسافر وقت الامتحانات وهشوفك هناك. وسكت. لكن سارة قررت تأجر شقة جديدة وتبعد عن بيت أهلها. قرارها كان مفاجئ وأسامة ما عجبوش الوضع ولا بنتهم أميرة قبلت الكلام ده بسهولة. البيت بقى مليان توتر وأسامة بدأ يسأل مراته هو ليه عبد الرحمن فجأة بقى مرفوض؟ ازاي الولد اللي انتوا كنتوا شايفينه ملاك فجأة بقى خطر؟ سارة ما عرفتش ترد، كلامها كان متلخبط وتبريراتها أوهن من الخيط. وأسامة اللي طول الوقت كان ساكت قال لها بمنتهى الوضوح أنا مش عايز مشاكل في بيتي والولد ده ما يدخلش حياتنا تاني. الكلام ده هدى سارة شوية بس الحقيقة ما حلش حاجة لحد ما وصلت لحظة السفر. أميرة لازم تسافر للامتحانات وسارة كانت مصممة تروح وترجع في نفس اليوم، بس فكري قال لها لا أنا اللي هسافر مع بنتي وهنفضل هناك لحد ما تخلص امتحاناتها. وفعلا سافر هو وبنته أميرة، وسارة كانت بتكلمهم كل يوم تطمئن وتسأل. ولما الامتحانات خلصت أسامة قال لها هنرجع كمان يومين عشان أميرة خارجة مع أصحابها تتفسح شوية. سارة وافقت بالعافية وجه يوم الرجوع. قامت الصبح جهزت البيت وعملت الأكل عشان تستقبلهم. فتحت الباب أول ما رن الجرس، لكن اللي قدامها أسامة لوحده. قالت له أمال أميرة فين؟ قال لها متقلقيش هي كويسة، أصل أنا جوزتها لعبد الرحمن. الدنيا هنا اسودت وسارة وقعت في مكانها وما قامتش. سارة أول ما سمعت من أسامة إن أميرة اتجوزت عبد الرحمن الدنيا لفت بيها، وقعت على الأرض مغمى عليها. أسامة اتخض أما لقاها وقعت في الأرض، شالها بسرعة ودخلها الأوضة جوه ورش عليها مية عشان يفوقها. سارة فوقي سارة. ولما فاقت كانت نظراتها مش طبيعية وقالت له بصوت متكسر اللي انت عملته ده كارثة، مصيبة في كل حاجة. أسامة كان لسه مش فاهم، قال لها ايه دول بيحبوا بعض، ايه اللي حصل يعني؟ ردت عليه بكلمة كسرت قلبه قبل عقله. عبد الرحمن مش ابن خالها، ده اخوها وانا امه. الصدمة كانت عنيفة. أسامة حس ان كل حاجة حواليه بتقع، كل سنين حياته كانت خدعة. وفي لحظة فقد السيطرة وعينيه وقعت على نجفة صغيرة كانت فوق الكومودينو. مد ايده ومسكها وضرب بيها سارة على راسها ضربة واحدة، بس صوتها كان زي الرعد في البيت كله. سارة وقعت وما اتحركتش وما نطقتش. أسامة كان واقف مذهول في نص الأوضة. الجيران سمعوا الصريخ وأهل سارة جريوا على الباب بس ما حدش فتح. فكري وعصام كسروا الباب بالقوة، لقوا سارة مرمية على الأرض ومش بتنطق، والنجفة اللي أسامة خبط بيها سارة كانت لسه مرمية جنبها. فكري شال بنته وجري بيها على المستشفى، بس بعد ساعتين خرج الدكتور وقال الكلمة اللي كسرت الكل: البقاء لله. النزيف في المخ كان شديد جدا، وبعد الوفاة النيابة بدأت في التحقيق فورا. وأسامة كان قاعد في القسم وشه مشوش وصوته واطي، ما بينكرش ومش بيبرر بس بيتكلم بصعوبة. وقال للظابط أنا ما كنتش ناوي أقتلها، بس لما عرفت إن بنتي اتجوزت أخوها عقلي طار مني والنار ولعت جوايا. وتم حبسه على ذمة القضية وجابوا له محامي من سوهاج، عيلته هي اللي جابته. والمحامي طلب فورا توقيع كشف نفسي على المتهم وتحليل DNA لعبد الرحمن وأميرة وعصام. وفي جلسة سرية طلع التقرير النفسي والجنائي. المتهم
كان في حالة انهيار عصبي شديد وقت ارتكاب الجريمة، السبب صدمة أخلاقية حادة نتيجة خيانة أسرية مكتومة. وهنا جه تحليل DNA صادم. عبد الرحمن وأميرة إخوات من الأم مع اختلاف الأب، يعني الجواز اللي تم جواز فاسد شرعا وقانونا. وهنا المحكمة حجزت القضية للنطق بالحكم. القضية دي ما كانتش مجرد جريمة، دي كانت انفجار متأخر لسر اتكتم أكتر من 26 سنة. الدكتور النفسي المعين من المحكمة كتب في تقريره: المتهم كان تحت ضغط نفسي شديد لحظة ارتكاب الجريمة علشان صدمة أخلاقية وواقعية عنيفة بعد ما اكتشف إن بنته اتجوزت أخوها من الأم بدون علمه وبدون علمها. وقال لك المتهم اتعرض لخديعة أسرية بدأت سنة 1997 لحظة ما اتولد عبد الرحمن، واستمرت لحد 2023، يعني أكتر من 26 سنة عاشها وهو مش عارف الحقيقة. حقيقة قلبت بيته من جنة إلى جريمة. وتقرير الطب الشرعي كان واضح برضه، أسامة ما ارتكبش جريمة مخططة، ده كان لحظة انفجار نفسي تحت تأثير انهيار تام في الثقة في اللي حواليه كلهم. أما المجتمع فالمنصورة كلها اتقسمت، ناس شايفين أسامة ضحية وناس شايفين إن القتل ملوش مبرر مهما حصل. بس الكل اتفق على حاجة واحدة: لو السر اتقال من الأول ما كناش هنشوف النهاية ديت. بعد جلسات كتير استمرت شهور، وبعد تحليل كل الأوراق والتقارير النفسية وتحليل DNA، المحكمة قالت كلمتها يوم 12 يوليو 2023. محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنين على المتهم أسامة محمود بتهمة ضرب أفضى إلى موت، بعد ما ثبت للمحكمة إن الجريمة ما كانتش قتل مع سبق الإصرار، ولكن نتيجة انهيار عصبي مفاجئ سببه صدمة عائلية خارجة عن المألوف. لكن اللي صدم الكل هو إن المحكمة كمان اعتمدت تحليل DNA بشكل رسمي، وأكدت في نص الحكم ثبت من تقارير الطب الشرعي إن عبد الرحمن وأميرة إخوات من الأم، واللي بيثبت إن الزواج اللي تم بينهم زواج غير شرعي وفاسد، ويعتبر من حالات خلط النسب. الحكم نزل بس وجع القلوب لسه ما خلص. عيلة اتدمرت، وبنت فقدت أمها، ولد اكتشف إن حياته كلها كانت كذبة. القصة دي مش مجرد نهاية، دي صفعة على وش كل واحد بيفكر يخبي الحقيقة وقال بكرة تتنسي. اللي حصل كان ممكن ما يحصلش لو اتقالت كلمة واحدة: الصدق. بس للأسف السكوت جاب جريمة، والجريمة جابت موت، والموت فضح الكل. قولولي في التعليقات لو كنت مكان أسامة وعرفت اللي عرفه بعد 26 سنة كنت عملت ايه؟ كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.